واليوم الناس تجمع تبرعات مع اموال وتصورني راح كاس العالم نعرف الناس بالاسلام. شنو تعريفك للاسلام؟ ما شاء الله ما بدينا لحد الان تونا ما بدا افتتاح كاس العالم اسلم 500 وما ادري كم 28 23. ايش الاسلام اللي اسلموا؟ اسلام طويل عريض. بعض الناس يذهب الى افريقيا ودخلنا القريه الفلانيه مش اسلموا كلهم، جمعوا كلهم، يلا اشهدوا ان لا اله الا الله، ما شاء الله القريه كلهم اسلموا. مشوا مني جاهم الرافضه عطوهم شو الافريقيا قام يطق صدر، ليش اللي تعطي؟ قام يقول يا حسين يا علي. مشى مني جاء النصراني عطاه كذا علق الصليب، اللي تكسبه العب به. اسلام طويل عريض. ترى النبي عليه الصلاه والسلام قاتل المشركين وقاتلوه في بدر وفي احد وفي الخندق وفي الحديبيه والفتح، وبعد ذلك خرج مسلمه الفتح فمروا بشجره يقال لها ذات انواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. سبحان الله، 20 سنه يقاتلهم وتقاتلونه، الان اسلمتم. اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه وما زال الشرك ملك. حتى ابو واقد الليثي يتعذر يقول حدثاء عهد بالاسلام. طيب على ماذا انتم قاتلتوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ على ماذا اخرجتم من مكه؟ اليس من اجل التوحيد؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني موسى عليه السلام كم جاهد حتى يسري ببني إسرائيل من فرعون الذي كان يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم ويستعبدهم ويدعوهم أن يعبدوه من دون الله. وبعد هذا كله وانجاهم الله من عدوهم وضرب البحر فصار فرقتين وأغرق الله فرعون وقومه وجنده، ولما نجاهم وإلا بهم مروا على قوم يعكفون لإله لهم، وإلا بهم يقولون يا موسى اجعل لنا، شوف الطلب هنا طلب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. دعوة التوحيد الإسلام طويل عريض. لو اعتنينا بالمسلمين، المسلمين عندهم جهل، عندهم عبادة القبور، الأولياء، حلف بغير الله، خوف من الشياطين، تعليق تمام، شركيات، بدع، ترك الصلاة عند المسلمين حدث ولا حرج. الشباب الشابات كثير من البيوت ما يصلون، حتى أهلهم يصلون وأهلهم منهم من أئمة مساجد وعيالهم ما يصلون. المسلمين يحتاجون لدعوة عظيمة. رايح لي هناك وحاط لي كاميرات وصورني وتعالى دعوة، ايش الدعوة هذه؟ بينها الخلط والملط وعراة ومشاكل، دعايات، يحبون الدعايات، يحبون الكاميرات. وين في شيء اسمه كاميرات؟ حتى يظهر حفرنا وبنينا ووسم على يدينا وسوينا، تبرعوا يرحمكم الله. مثل ما يقول واحد منهم وقد سمعت بإذني قال رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم. مسلمين كذا يقتلون مش عارف ايش، اخذ حجابها، اخذ هناك المسلمون اخوانكم، يقول رققوا قلوبهم واخذ ما في جيوبهم، يموتون على التبرعات. يا اخي ما هي دعوه هذه. امر الله انبياء يقول كل منهم لقوم ايش؟ ما اسالكم عليه من اجر. ما تروح تدعو عشان تجمع تبرعات، ما تدعو عشان تحط لك احصائيه انا كم اهتدى على ايدي وكم واحد اسلم، هذا غلط. ادعو الى الله، ادعو الى سبيل ربك، قل هذه سبيل ادعو الى من؟ الى الله. قالوا لا لنفسك ولا للشهرة ولا لحزبك ولا للتكاثر، إنما لله. تدعو الناس تدلهم على الله حتى يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء. هي دعوة الأنبياء.